مدارس النوادي الكروية عندها دور كبير في كرة القدم الحديثة، بحيث كتعطي لاعبين بأقل تكلفة عارفين بقيمة الشعار ومستعدين في أي وقت للاحتراف. فأي لاعب ناشئ كيحتاج وقت باش يولف على أجواء المنافسات الاحترافية ويتم إقحامه في مباريات بدون ضغط باش يكسب الثقة. ولكن كونك حارس مرمى شاب وولد مدرسة كبيرة عطات بزاف د الحراس في المستوى العالي، وأول مباراة رسمية عندك هي نهائي عصبة الأبطال، فراه عندك خيارين: أما غتكون النهاية ديالك ولا غتكون البداية ديال حارس مرمى كبير. المصير الثاني هو اللي كان مقدر وتزاد. عندنا حارس كبير سميتو ياسين بونو. 5 ابريل 1991 تزاد ياسين من ابوين مغربيين مهاجرين لكندا، واللي مباشره من بعد ما تزاد بعام غيرجعوا للاستقرار في الدار البيضاء، وبالضبط في درب السلطان فين غيقضي كاع الطفوله ديالو. فبحال كاع ولاد الدرب بقى ياسين تابع البالون في التيرانات القريبه ليه بحال تيران نيفادا ومولاي سليمان. فغير كمل 7 سنين دخلوا الاب ديالو لمدرسه الوداد في سنه 1998، وبقى كيتدرج داخل نادي دوز أباطرة حراس المرمى كالأسطورة بادو الزاكي وخليل عزمي وغيرهم الكثير. فتنقلوا بين الفئات كان غادي مزيان بحكم تطور البنية الجسمانية ديالو والسلوك المزيان داخل أي فئة كيدوز منها، زائد صبر الأبوين اللي كافحوا على قبله. أغلب مدارس التكوين في المغرب كتدوز بزاف ديال المواهب، ولكن فئة قليلة اللي كتكمل حتى النهاية. ياسين في تكوينه مع الوداد دوز مسار أشبه بالمسار الدراسي، بحيث أنه تدرج في الفئات من الصغر توصل للفريق الأول في مدة 12 سنة باش يختم مساره بإدراجه في الفريق الأول. ولكن وجود حارسين كبار بقيمة نادر المياغري وكريم فقروش خلاوه يلعب مع الفريق الرديف ويتدرب مع الفريق الأول قبل ما يتم اختياره في المنتخب الأولمبي برفقة أفضل المواهب المغربية في ذاك الوقت. بونو بالرغم من أنه كيلعب مع الرديف إلا أنه جاته عروض للاحتراف في أوروبا لدرجة سافروا لفرنسا باش يكملوا إجراءات الصفقة مع نادي نيس، ولكن ضعف المبلغ المقترح ما خلاش الصفقة تكمل. فمع نهاية الموسم بانت أول شمعة في مسيرة الشاب المغربي. الحارس الثاني للوداد كريم فقروش انتقل لنادي باس جيانين باش يخوي الطريق قدام ياسين، ولا هو الحارس الاحتياطي الأول في الفريق. لحسن حظه الوداد كان محقق لقب البطولة وداخل منافسة عصبة الأبطال، الشيء اللي خلاه يتنقل بين الدول ويعيش التجربة الإفريقية ولو من دكة البدلاء. فكونك حارس احتياطي كيعني أنه في أي لحظة غيتم الاعتماد عليك. الفرصة جاية غيخصك غير تكون موجود باش تستغلها أحسن استغلال. فالوداد تأهل نهائي العصبة بعد 19 سنة من الحرمان. الكحال هناك تمريرة هدف لاعب فابريس في الدقائق الأخيرة من المقابلة على إثر خطأ لدفاع فريق إنيمبا. الآلي كان في مركب محمد الخامس، فدخل الفريق الأحمر وسط حضور جماهيري تاريخي، ولكن ما كانوش محظوظين بالفوز وسال الماتش بالتعادل السلبي باش يتأجل الحسم حتى للروتور. فبعد يومين من المقابلة في واحدة من التدريبات المسائية بينما كل شيء مشغول في التدريب غيتسمع صوت الغوات في جميع ارجاء ملعب محمد بن جلون، والمصدر كان الحارس الكبير نادر المياغري اللي تصاب في الكتف ديالو بعد ما حاول يتصدى الكره بضربه مقص. فبعد ما تم الكشف عليه في واحده من المصحات تبين باللي غيغيب على الميادين الاكثر من شهر، والغياب ديالي غيكون لمده 6 أسابيع ان شاء الله، تكون اقل كاع على حسب الكلام ديال الدكتور. خبر اللي نزل بحال الصاعقه على جميع محبين النادي، خصوصا ان الماتش ديال الروتور باقي ليه غير 4 ايام. فالانظار كلها توجهات للحارس الشاب اللي ما لعب حتى مقابله مع الفريق الاول. بونو دابا ماشي قدام التالق في واحده من مباريات البطوله، بونو كيتسناه نهائي اغلى لقب في افريقيا وضد نادي الترجي. فدخل الوداد المقابله وكل شيء حاط ثقه في يدين الشاب الوسيم اللي ما بينش عليه التوتر. وفي لحظات زوينه كان المياغري مرافق ياسين عند بدايه المقابله وكيبان باللي كيوجه ليه نصائح باش تخليه ثابت وسط البوطو. فجمهور الترجي كان فرحان بغياب المياغري، خصوصا بعد ما عرفوا ان الحارس الشاب ما عنده حتى مقابله مع الفريق، وظنوا انهم داروه في جيبهم وغيساليو المقابله بنتيجه مريحه.
ولكن ياسين صدم كل شيء ودار ماتش كبر من توقع اكثر المتفائلين به. انا الكرة وانا الشمس وانا بونو ممتاز بصراحة، ممتاز بونو، ياسين بونو. شوف الكرة ديفياسيون، هو الريفلكس اللي عملها، كبير يا بونو، كبير يا بونو. فبالرغم من ضياع اللقب والشمتة اكثر من كونها خسارة بهدف جاء على غفلة ولا يلام فيه البطل الشاب. بالرغم من هذا الشيء فراه ياسين خرج بوجهه احمر مؤكدا على ان مدرسة الوداد لا زالت ولادة للحراس. وكل شيء لاحظ البكاء الهستيري لياسين اكثر من كاع اللاعبين، حاجه اللي طبيعيه من ولد الفرقه اللي دوز الطفوله ديالو هو كيحلم بهذا النهار. فبعد النهائي كل شيء تبدل في حياه ياسين وفجاه انهارت العروض من كل جهه، فرنسا، اسبانيا وحتى المغرب، باش يختار الانضمام لفريق اتلتيكو مدريد. ولكن بعد ما يسالي الموسم ولعب مع الوداد 7 ديال المقابلات اثناء غياب المياغري، هذا الاخير مع رجوعه التشكيله الاساسيه كانت الوداد كتفاوض مع ياسين للتجديد. ولكن عرض الاتليتيكو كان اقوى واكثر اقناع، خصوصا انه غيعاود تجربه الاسطوره بادو الزاكي في لا ليغا الاسبانيه. 15 يونيو 2012 تم توقيع عقد انتقال لاعب الاتليتيكو كحارس ثالث بوجود تيبو كورتوا ودانيال ارانزوبيا اللي كانوا حراس كبار في الفريق، فاضطروا المسؤولين يهبطوه للفريق الرديف بهدف تحقيق الانسجام ولعب مباريات بدلا من انتظار فرصه ضئيله للمشاركه مع الفريق الاول. فبدا الموسم الاول بمشاركته في 24 مقابله بالتوازي مع ذهابه للاولمبياد، ولكن مشى كبديل. فمباشره ورا الرجوع تمت المنادات عليه في اول مقابله مع المنتخب الاول من طرف المدرب رشيد الطاوسي ضد منتخب الطوغو في مباراه وديه نهار 14 نوفمبر 2012. فمع نهاية أول موسم في الاحتراف كان ياسين واجد لاغتنام أي فرصة، ولكن وجود عملاقين في الفريق الأول صعب عليه المهمة بالرغم من تألقه في الفريق الرديف باش يجدد العقد ديالو مع الأتليتيكو لغاية 2017، كما أنه رافق الفريق الأول في الجولات الاستعدادية للموسم الموالي. ولكن دغيا رجع للمنافسة مع الفريق الرديف تزامنا مع دخوله لأول مرة بقميص المنتخب كبديل الحارس أمسيف ضد منتخب بوركينا فاسو. في موسمه الثاني في اتلتيكو سالاه بعد 23 مقابله كان في اغلبها رسمي، اداء نوعا ما جيد باش تشعل الشمعه مره اخرى في المسيره ديال النجم الشاب بعد رحيل تيبو كورتوا للفريق تشيلسي الانجليزي. ولكن هذه المره الفرحه ما كملاتش، بحيث ان الفريق تعاقد مع واحد من عمالقه الحراس في ذاك الوقت، الحارس يان اوبلاك. Con Oblak, el Atlético se asegura un relevo de garantías con una gran proyección de futuro. وتأكد ياسين باللي ما عندوش بلاصه في الاتليتيكو وضروري يبدل الاجواء باش يحافظ على التنافسيه اللي غتخليه ديما حاضر مع المنتخب. فدخل الوداد في المفاوضات بنيه ارجاع ابن المدرسه خصوصا بعد اعتزال نادر المياغري. ولكن شرط واحد ما خلاش الصفقه تكمل، انه في خلال اصابه حارس الاتليتيكو غيتوجب على نادي الوداد ارجاع بونو للنادي العاصمه، الشرط اللي ما قبلاتوش اداره الوداد. فمباشره وبشكل مفاجئ تم اعلان بونو بالوجهه الجديده واللي كانت النادي ريال ساراغوسا واللي كان كينافس في الدرجه الثانيه، ومشى ليه على سبيل الاعاره لمده سنه وبدا معاهم بعد 16 جوله بعد الالتحاق كان فيها اسير كرسي الاحتياط. ولكن سرعان ما ولا الحارس الاول للنادي. فمع نهايه الموسم الاداره قررت تمد الاعاره ديالو لموسم اخر غيلعب فيه غير 19 مقابله قبل ما يرجع مره اخرى للاتليتيكو، النادي اللي باقي كيملك عقد اللاعب. بونو واخد القرار انه عمره ما غيكمل المسيره مع الفريق، هذا الاخير عنده عده طلبات باش يدرسها، ولكن هاد المره بونو غيمشي في عقد بيع. اما مع المنتخب فبادو الزاكي كان كيدير تناوب بين عده حراس، امسيف، زنيتي ثم بونو، قبل ما يجي المدرب هيرفي رونار ويفضل الحارس منير المحمدي باش يرجع بونو كاحتياطي مره اخرى ويكتفي بانتظار الفرصه المناسبه. 12 يوليوز 2016 اعلن نادي جيرونا على التعاقد مع الحارس ياسين بونو في عقد يمتد ل3 سنوات، وبدا المنافسه في الدرجه الثانيه في امل انه شي نهار يلعب في الليغا ويمشي على خطوات الاسطوره بادو الزاكي، امل اللي سرعان ما غيتحقق بعد اول موسم ليه مع جيرونا بصعودهم لاول مره منذ التاسيس للقسم الاول.
وبونو كان عنده الفضل الكبير في التصديات والخياليه اللي حبست عدد كبير من الاهداف خصوصا في مقابلات السد. فكيف كنقولوا بلغه الكره بونو غيقلع مع جيرونا وغيدي جائزه احسن لاعب افريقي في الليغا، انجازات اللي خلات رونار اخيرا يبدل رايه ويعتمد عليه كاساسي في بلاصه منير المحمدي اللي كان فاقد للتنافسيه في ذاك الوقت باش يشارك في تصفيات كاس افريقيا وفي النهائيات كحارس اساسي. ولكن المغرب خرج من التمون على يد البيني باش تم اقاله هيرفي رونار ويجي في بلاصته وحيد خليل وزيت في الوقت اللي كان نادي جيرونا كيصارع للبقاء. فبالرغم من الاداء الجيد لبونو الا ان النادي غيرجع للدرجه الثانيه. فهاد الوقت بونو كان مطلوب للعديد من الانديه منها ريال بيتيز وبيس في اندهوفن واشبيليا. هذا الاخير هو اللي يقدر يحصل على خدمات ياسين وانتقل كاعاره لمده سنه مع احقيه الشراء ويعاود بونو يرجع للليغا باش ينافس النوادي الكبرى مره اخرى. فبحال ديما غيتعاود نفس السيناريو مره اخرى وغيولي هو الحارس الثاني مورا توماس فاكلي في انتظار الفرصه، الروتين اللي ولفو الفتى الذهبي المعروف بالصبر اللي عنده. فبالرغم من انه بصم على مستوى مزيان في اليوروبا ليغ الا انه باقي ما خداش الثقه الكامله وترجع الاصابه وتعطيه فرصه كيف ما دارت معاه في الوداد. وبالضبط نهار 6 يوليوس 2020 غيتصاب الحارس الاول لاشبيليا في الدقائق الاخيره من المباراه وغتمنح ليه الفرصه مره اخرى بعد صبر موسم كامل تقريبا. فراه باقي ليه 4 المقابلات وتساني مده الاعاره. وهنا يا اما اشبيليا تفعل خاصيه الشراء ولا غيرجع لجيرونا في الدرجه الثانيه. بونو كيف ديما كان واجد واستغل الفرصه بشكل جيد. فخلال 4 المقابلات تلقى هدف واحد وعطى اسيست لولد بلادو النصيري وماركا به ضد بلد الوليد في الدقيقه 93. الان ما زالت الخطوره. ياسين بونو. هادشي اللي خلاه ياخذ الرسميه بالرغم من رجوع فاكليك من الاصابه وموراها تختار كافضل حارس في البطوله الاوروبيه، الشيء اللي خلاه يكون في التشكيله المثاليه مره اخرى. فاخيرا اشبيليا اقتنعوا بعقد الحارس المغربي اللي لولا التضحيات الكبيره اللي دار ما كانش غيستغل الفرصه. فالصعود للقمه امر صعب ولكن البقاء فيها اصعب وهذا هو الامتحان اللي كان عند ياسين في الموسم المقبل. ولكن ولد الحمراء ديما في مستوى التحدي، تختار كاحسن حارس في لا ليغا بل فاز بجائزه زامورا كاكثر حارس حافظ على نظافه شباكه في الدوريات ال5 الكبرى. فكاع هاد الانجازات خلاو واحد يعتمد عليه في نهائيات كاس افريقيا كاساسي ويكون واحد من العناصر الفعاله في المنتخب. ولكن علاقه المنتخب بهذا الكاس سالت في 1976 وتقسينا مره اخرى على يد المنتخب المصري باش يرجع مره اخرى ويثبت راسه في كاس العالم. وكان واحد من الاسباب اللي خلاونا نتاهلوا لنصف نهائي كاس العالم. هذه كانت قصة ياسين بونو، الشاب اللي صنع لراسو اسم في اوروبا بصعوبة وتقاتل باش يفرض راسو في اي فرقة مشى ليها وصبر ورا الاحتياط وعمره ما احتج وخدم في الظلام باش ملي يشعل الضوء يكون واجد باش يلفت الانتباه. السلوك اللي خاصنا نتبعو كاملين في حياتنا انه المجهود كامل راه كيكون قبل من النجاح. داكشي علاش حتى واحد ما كيشوفو من غيرنا. دير اهداف وتقاتل وتسنى الفرصة باش ملي تجي تلقاك واجد ليها. وهادشي اللي كان في الحلقة ديال اليوم. كان معك سعيد، مع السلامة.